سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه هاد المثقبه تاع الطاجين المبس اللي تدوب في الفرن. يلا مع بعض نبداو في طريقه التحضير. في الجفنه تاعي انا كنت درت 3 كيلو تاع سميد يكون مويه، مع درت مغرف تاع الملح، مغرف تاع السكر، وذوبت السمن تاعي. السمن نحتاجو كيلو اللي درت بها السميد، كيلتها نقصت منها شويه، وبسست السميد تاعي مليح. من بعد طميتوه بالماء والحليب. انا درت نص تاع الماء نص تاع الحليب. درت نفس الكيله اللي كيلت بها السميد، درت شويه، طميت العجينه تاعي، لقيتها خاصه، كملت الكيله تاعي كامل. كاين السميد اللي يشرب وكاين السميد اللي ما يشربش. وهنايا كنت لميت العجينه تاعي، قطعتها على زوج، ديت الخبزه الاولى وحليتها فوق ساشينيلو باش من بعد تساعدني كي نكون نرفد في الحبات. وهنا شكلت العجينه تاعي على شكل مربعات باش ما تخرجليش هذوك الزوائد. ومن بعد كي قطعت كامل المثقبات تاعي، درت الطاجين تاعي يسخن ونطيبوهم على نار تكون قليله، وتمتعوا لي بهاد المناظر اللي راهي طيب فيهم المثقبه. شهيتكم بالجنه ان شاء الله، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وجربوها وكتبوا لي في الكومنتات. سلام.